كل حاجه هتنزل مفيش حاجه هتقعد. دي امانه ولازم نتمها، وانا رقيب على الشغل ولا اكتر ولا اقل. مظبوط والله. نص ملي نص ميل نازل وانا خربان بقيت قليل. لو القده فيها مشكله الشغل كله هيطلع فيه مشاكل. تعال ادي الميزان مطبق على القده، واخدين القده مقص، وادي عندي الميزان لو واضح في الفيديو بالظبط. يا باشمهندس ايوه انا خلصت يا باشمهندس، تعال استلم الجنب. خلصت كده يعني؟ ايوه يا باشا اهو. يعني اجي استلم؟ تعالى يا باشمهندس. طيب ولو الجنب ده طلع فيه نص ملي؟ ده احنا ننزله كله. نص ملي. نص ميل ننزله انا خربان بقيت قليل. خلاص يا باشا على الله، اديني القده واديني اتفضل يا الميزان. باشا. هات القده كده. الميزان اهو. معلومه مهمه، القده دي انا عارف ان طبعا هي جديده واشتغلت معانا من اول الشغل، ولكن لما تيجي تستلم العده بتاعه الصنايعي، لان لو العده فيها مشكله الشغل كله هيطلع فيه مشاكل، مش هيبقى طالع بالشكل ده. المهم ان طبعا لازم العده لما حضرتك كمهندس واقف تستلم العده في الاول، انك تبتدي تلمعها وتشوفها، لو فيها مطبات او فيها تقويصه ما ينفعش انك تستلم الجنب. معلم لو في نص ملي الجنب هينزل. الجنب هننزله كله. كله نزل يا باشمهندس. طيب تمام. لا انا احب الواثق. ماشي. هو ما بيشتغلش معاه الا غير واثق من نفسه بس على فكره. الله يخليك يا باشمهندس. طيب نستلم الاول كده الجنب. تمام ماشي. وبعد كده نحط الميزان وربنا يسترها بقى، لو في نص ملي هينزل. يا وجع سودة. ايه يا عم الحلاوه دي؟ ايه ده يا باشمهندس؟ طيب ناخد مقص طيب كده ونخليها على سيف عشان نلمح النور، لو في نور هينزل الجنب هينزل. لو كل حاجه هتنزل مفيش حاجه هتقعد. مفيش هزار يا باشا في الشغل، انا ما اعرفش. طب يا باشمهندس الجنب جنب. دي امانه ولازم نتمها، وانا رقيب على الشغل ولا اكتر ولا اقل. مظبوطه والله. هي مظبوطه فعلا. طب تعالى كده عشان خاطر بس نشارك الناس معانا، مش كلام وخلاص. واخدين القده مقص، وادي عندي الميزان لو واضح في الفيديو بالظبط، ادي النقطه اهي وواضحه ميزان. لو هنوقف القده كده انت بعد علبه هنا كده الكهرباء اهي، وادي عندي مستلمين القده مطبقه على الحيطه، وادي الميزان. تعالى ادي الميزان مطبق على القده، يعني انا ايدي اهي، ارجع لورا، ادي الميزان وادي القده مطبعه كلها. خطوه لورا، بنعمل ايه بقى؟ بنروح مسيفين القده كده، لو فيها نور ممكن اقف هنا، ارجع ورا هنا. لو فيها نور طبعا الكلام ده كله بيبان ان فيها مشكله او فيها تقويصه. انا كان نفسي يبقى فيها ملي. الحمد لله. علشان خاطر ننزلها من الصبح في الجنب ده. بس للاسف ما فيهاش حتى نص ملي. والله ينور عليك. وواضح طبعا من الشغل، يعني ما شاء الله فعلا مقاولين محاره يستاهلوا فعلا ان الواحد يجيبهم في الشغل ويبقى واثق فيهم طبعا وفي شغلهم. وادي عندنا الجنب ده لسه احنا بندرعه ومالينا طبعا الجنب، وبنشد الاوتار كده علشان الجنب بتاعنا يبقى بالشكل ده. وحاجه مهمه جدا جدا هي ان احنا حاطين الشبك بالمنظر ده في الفواصل، وعندي العلب بتاعه الكهرباء، وبرده عندي هنا بالشكل ده، وعندي هنا طبعا الشبك ده. طبعا هو يتقفل منى دلوقتي بتاع الزاويه بتاعه العمود، وبرده الناحيه الثانيه هنا. فالشغل زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا علب الكهرباء اللي متفتحه معانا. شكرا.